السلام عليكم. لما تشوف إعلام فاسد يساهم ويساعد ويحارب لإفساد المجتمع وتغيير القيم والمفاهيم الإسلامية الحقيقية الصحيحة إلى مفاهيم وقيم إسلامية كلها بدع وخرافات، لما تشوف إعلام قاعد يحاول بشتى الوسائل إنه يستقطب الفاسدين في المجتمع والعاهرات والداعرات والراقصات واللي قاعد عايشين حياتهم في الحشيش والخمر والمسكرات اللي ما عندهم أهداف ويخلوهم نجوم ونوابغ وشخصيات مشهورة في المجتمع، لا تستغرب من هذا الإعلام حتى لو كان من بني جلدتنا، حتى لو كان مننا وفينا. دول الناس قاعدين ينفذوا مخطط صهيوني ماسوني من 100 سنة، اتحط من 100 سنة في بروتوكولات بين الصهيون. هذا المخطط يساهم في تدمير العالم الإسلامي، ما عندهم إلا كذا لأنهم عارفين ما يقدروا يواجهونا جيش لجيش، وجها لوجه ما يقدروا، لكن للأسف لقوا من الناس فينا يحاولوا إفساد هذا المجتمع. وزي ما احنا شايفين لما تلاقي أب أخذ ابنه وبناته ورايح فيهم في برنامج يتمنى يطلعوا مغنيين ويبكي إذا ما فازوا، لا تستغرب من هذا المجتمع. احنا في مجتمع يحارب الإسلام، فانتبهوا لأبنائكم وبناتكم واستعدوا لهذه الحرب. أيها العالم فلتسمع، لن نستطيع إيقاف انتشار الإسلام إلا بنشر الجنس والدعارة بين فتيات المسلمين. هكذا وبكل صراحة لم يبق شيء لنخفيه. ما قيل ليس ضرب من خيال ولا افتراء من عند أنفسنا، بل هو خط عريض كتب في صحيفة الاندبندنت المشهور عالميا، حيث صرحوا فيها أن السبيل الوحيد لوقف التطرف الإسلامي هو نشر الجنس بين فتيات المسلمين. ولا يخفى على كل ذي لب أن التطرف ما هو إلا شعار لمحاربة الإسلام. هي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها الغرب بذلك، سبقها جدهم الأكبر إبان الحرب الصليبية حين توالت انتصارات المسلمين، فقال قبل مئات السنين: كأس وغانية تفعلان بالمسلمين ما لا تفعله جيوش الصليب. ولا زال الإعلام الغربي والعربي يسير على خطى أجدادهم الصليبيين. وليس الأمر مقصورا على بث الشهوات، بل وحتى الشبهات. فهذه قناة BBC البريطانية خصصت حلقات لدعم الإلحاد والشذوذ في السعودية. مرت 4 سنوات الآن منذ أن توقفت عن الإيمان وتلك نيويورك تايمز والCNN خصصت أفلاما وثائقية وتقارير عن إسقاط الولاية. بل الأدهى من ذلك هو مؤتمر علني حضره مرشح الرئاسة الأمريكية وضباط استخبارات وقساوسة ورهبان، لم يجمعهم إلا حربهم على الإسلام، وكانت قضيتهم الكبرى كيف نهزم الإسلام، واضعين خططهم العلمية في حربهم على الإسلام. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular. منظومة لا تكل ولا تمل في استهداف الإسلام وأهله، ولكن متى تستيقظ أمة محمد من سباتها؟